وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نرحب بالشيخ جميل فنقول له أهلا وسهلا بين إخوانك طلابك في دورة الاستقبال 21. عنوان المحاضرة عنوانها الصحابة في القرآن الكريم، فإن شاء الله نسمع له بإنصات. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، فليتفضل مأجورا مشكورا. جزاك الله خير. دحين بتروحون التلفون تاعنا ولو يرني صينا على الله وآله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعلنا بالعلم عاملين يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، حياكم الله جميعا. لقد بحثت كثيرا عن الرجال فما وجدتهم إلا في المساجد، فأنتم نعم الرجال، ما سميتكم شنا رجال، سماكم الله. قال تعالى عنكم وعن أمثالكم في سورة النور: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال ايش؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم واللي قبلهم، اللي قبل الصحابة أتباع الأنبياء، كيف كانوا مشحوظ الرجال، إلا كانوا مدندلي. هيسمعوا كيف كانوا أتباع الأنبياء. قال تعالى عنهم في سورة آل عمران: وكم من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. كانوا قراقر، كانوا مشحوضين، ما كانوا مضدين، لا صدقوش. مثل من؟ عيسى عليه السلام قال لقوم: من أنصرني؟ قالوا: شد حزامك والله ما نفلتك. الكلام مش من عندي. آخر آية من سورة الصف قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: شد حزامك والله ما نفلتك، نحن أنصار الله. صلينا على النبي وآله. كانوا رجال فعلا، مؤمن آل ياسين كان رجال، ما كان يمدندل، لا تصدقوا شنو كان يفلته أبدا. اسمع الباري ما قال عن مؤمن آل ياسين حبيب النجار: وجاء من أقصى المدينة، كمل، رجل مشحوط، رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. دعاهم إلى الله ما رضيوش، جرحاء عندهم: إني آمنت بربكم. قاموا يضربوه لو ما قتلوا. قيل ادخل الجنة قال: يا ليت قومي يعلمون. صلينا على النبي وآله. أتباع الأنبياء كانوا رجال. ما أريد أن أتحدث عنه أيها الإخوة، أنا ما أقدر شيء حاضر وأنا جالس، أدري للمه. أيوة، صلينا على رسول الله وآله. كانوا فعلا رجال، إلا كانوا ما مدندلي أبدا، والله قد كانوا رجال. ما سميتهم شنا، سماهم الله في سورة التوبة. قال تعالى عنهم: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ايش؟ فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نشتين بسلاة القرآن ما قال في الصحابة، هل قالهم مشحوضاي ألا مدندلي؟ هل رضي الله عنهم أم سخط عليهم؟ هل أعزهم الله أم أذلهم؟ هل رفعهم أم حط من قدرهم وشانهم؟ خلونا نسمع القرآن ما قال فيهم، لأن اليوم قد بخبر جديد. هم خالفوا. يقول الكليني في كتابه الكافي ما احنا تقول عندنا صحيح البخاري. يقول الكليني في كتابه الكافي: لقد رجع الناس بعد موت رسول الله خلا 3 أو 4. من هم يا كليني؟ قال: ما زد بقي إلا سلمى وعمة
والمقداد، وفي رواية وأبو ذر. سمعت الكليني ما قال ما تبقي إلا ثلاثة أو اشتيف على ساعة البخاري وفي رواية. هيا خلونا نسمع القرآن ما بيقول. هم ارتدوا لا والله يا رب ما قلت في المهاجري كيف كانوا مشحوضين إلا فلتوا إلا ارتدوا. هيا اسمع ما قال المهاجر ما قال فيهم للمهاجروا من مكة للمدينة بيدوروا زلط الله خلافه. اسمع ما بيدوروا. قال تعالى في الآية رقم 8 من سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون ما بيدوروا فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ما قال الله في المهاجرين صادقين. واليوم شلف بتقول هم كذبوا، هم خالفوا، هم فلتوا. عجيب. إذن الله وصف المهاجرين بأنهم صادقين. والأنصار يا رب كيف هم؟ اسمع الآية بعدها: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. يعني من؟ فعلوا معي عدد رحوحتين. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم شهد الله لهم ايش؟ بالإيمان. تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. ما لهم يا رب؟ يحبون من هاجر إليهم. يحبون. هم بيكلوا على البيت، هم جروها على علي، هم غلقوا الباب على بطن فاضل لو ما خرجوا المحسن. من قال الخبر هذا؟ القرآن بيقول يحبون ما قال بيبغضوا. لا يكونش كذبوا. اسمع القرآن ما بيقول الأنصار كانوا يحبوا المهاجرين وآل البيت من ضمن المهاجرين. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ما سمى الله الأنصار مفلحين والمهاجرين صادقين. وإحنا يا رب اللي جينا من قفاهم ما نفعل، نلاعن، نتكلم عليهم ماشي. اسمع الآية بعدها ما بتقول لك: والذين جاءوا من بعدهم. يا سعم احنا سابر يا سعم احنا. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ما يقولوا لعن الله أبو بكر وعمر، لعن الله عائشة وحفصة. استغفر الله. فناقل الكفر ليس بكافر. ما قال لك تلاعن، قال لك تدعي لهم. اسمع الآية: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا ويل من يحمل الغل على صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هم خالفوا. ما بقي إلا ثلاثة أو. ركز على أو. الله يعينك يا أبو ذر. لا قالوا مؤمن ومؤمن ولا مرتد ومرتد، عاد مشكين فيك. محنا الذين بايعوا النبي تحت شجرة الرضوان كان عددهم 1,400. يعني كم؟ 1400. هيا اسمعوا الباري ما قال في 1400، ما قلت شنع. الكلام مش من عندي ولا من جيبي، من سورة الفتح. قال تعالى عنهم في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كم؟ 1400. لقد رضي الله.
واحنا نرضى ولا ندق روسنا عرض الجد، ولا عن أبتنا لا رضينا. أهم شيء إن الباري ماله راضي طز في الخلق كلهم. لقد رضي الله، اسمع ما قاش عن المجاملين، عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لكن كانت قلوبهم مدواحمة. من قال لك معقول ان الباري ينزل سكينة على قلوب مدواحمة؟ ابدا. فعلم ما في قلوبهم، كمل، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فلا إله إلا الله وحده لا شريك له. هم خالفوا، جروها على علي، امروا على تحت السقيفة. أعوذ بالله. والله إن أتقى الناس على وجه الأرض بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم هم المهاجرين والأنصار. زيت بها يا قبيلي. أتقى الناس على وجه الأرض بعد النبي المهاجر والأنصار 20 كرة. أتقى الناس ألزمهم الله التقوى. الكلام مش من جيبي، من أواخر سورة الفتح. قال تعالى: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم، كمل، كلمة التقوى وكانوا، كمل، أحق بها وأهلها. الله أكبر ولله الحمد. الآية طعيمة ما تقول سكر، والله لي ضعيفة، لكن الخبر ما بيعجبهمش. عندنا في البلاد بيجوا يتوا لهم محاضرات للقبائل، ويقولوا لهم ما بيش داعي تحفظوا القرآن كله، يكفي تقرأوا لها سورة تبت، علي صلوا بهن سورة تبت بس، وبتطلع مطلع. احنا ما عذر ما نطلع، نبسر الباري ما بيقول في الآيات الكبار وفي السور الكبار، ما بيقول في الصحابة رضي الله عنهم. الله الله تشتوا تجاهدوا بذيها وجاهدهم به جهادا كبيرا. تريدوا أن تصححوا العقائد بالقرآن الكريم، صحوا العقائد. ما سف ما يديش والله ما يدي. ولذلك النبي كان يصح العقائد بذي القرآن. كان يجي له عند النبي عند أهل مكة، لا عند المشركين، أول ما يوصل يقرأ قرآن بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ قرآن، والمشركين تزغ عقولهم ما يعجبهمش، ما يفعلوا يقوموا يصيحوا من أجل الناس ما يستفيدوش. هذه مهرتهم زمن ولا ذاهينه. قال تعالى عن مهرتهم في سورة فصلت: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، صيحوا لعلكم تغلبون. الله الله يا إخوة الكرام. ما بقي إلا 3 أو أيوه احفظوا لا سورة تبت، كمبروا هنيك. لا عندنا من هم أتقى الناس على وجه الأرض، من ألزمهم الله جل وعلا بكلمة التوحيد هم الصحابة. الآية مرة أخرى: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. أنتم دارين ما تكملة الآية؟ وكان الله بكل شيء عليما. كأن الله بيقول أنا داري وأعلم وأخبر بمن هو متقي لله ومن هو الذي مش متقي لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. مغربوا جروها على علي، تآمروا على تحت السقيفة اشتري. كلنا نشهد محمد رسول الله. هيا اسمعوا لي بعدها، ضروري ما نؤمن بلي بعدها وكل. اسمعوا الآية في آخر سورة الفتح: كيف كانوا الصحابة رضي الله عنهم: محمد رسول الله والذين معه. من هم؟ رفسنجاني
أو لا خامنئي أو لا شيرازي إلا الكوراني إلا الجنبلرزي، ما شيء بالشمع ولا الملفلفي أبدا والله. اللي كان مع النبي هم المهاجرين والأنصار. اسمعوا ما قال الباري عنهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. كذاب أبوها اللي بيقول إنهم متخاصمين. القرآن بيقول رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. من العين هذا أصحاب موسى وأصحاب عيسى عليهما سلام الله، فلا إله إلا الله وحده لا شريك له. قسما بالله يا المهاجرين ما هاجروا من مكة للمدينة إلا بيدوروا رحمة الله، لا بيدوروا خلافه ولا زلط، ما بيدوروا رحمة الله بس. الكلام مش من جايبه، من أواخر سورة البقرة قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله ما لهم يا رب أولئك يرجون رحمة الله. ما بيدوروا. أنتم دارين ما تكملة الآية: والله غفور رحيم. كأن الباري بيقول ما دام بتدوروا رحمتي وأنا جيتكم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قسما بالله يا المهاجرين أنهم أعظم الناس أجرا على الإطلاق. أعظم الناس أجر هم المهاجرين، مأجورين قوي وما وفايزين وما والبارع يرحمهم ورضي عنهم ويدخلهم الجنة. معقول؟ يعني ما خالفوش أبدا. هم أعظم الناس أجرا وفايزين ورحمهم ورضي عنهم ويدخلهم الجنة. أين الكلام؟ الكلام مش من عندي، من الآية 20 21 22 من سورة التوبة. قال تعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ما لهم يا رب أعظم درجة عند الله. تريدوا من هم أعظم الدرجات؟ المهاجرين. أنا عاد أعيد الآية عما تفتحوا أذانكم سوا. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. فلا إله إلا الله. هم خالفوا جروا علي عجيب. نحن بسمعوا القرآن ما بيقولوا ما شيء، ما بين أبو جهنا ولا الكليني. القرآن بيقول هكذا. قولوا لا إله إلا الله. هذا في مسألة المهاجرين. والأنصار يا رب كيف هم؟ صح يا أخوة، الأنصار قبل ما يسلموا قد كانوا متناحري، كل واحد عياكل الثاني، لكن بعد ما سلموا اسكت لك بس. البارقة حولين ما يصلحون لا ينصرون بي، مش حوضي عدا ألف بين قلوبهم ولا خليهم متناحري، ما ينصرون بي إلا هوليئة. إنها معقول الباري ألف بين قلوبهم؟ أيوة، الكلام مش من جايبي،
من الآية رقم 62 من سورة الأنفال. قال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الله أكبر ولله الحمد. احفظوا لا سورة تبت. كان بيروح حفلوا هنايك لا يصير يطلعوا به. والله لو بيتقالوا محاضرة استاذ هكذا عندنا في بني عجيز. احفظوا لا تبت 10 سور اريد يقرأوا فيهن الصلاة، لانه لو تحفظوا القرآن كله عيبقى عليك اثم العمال. هكذا يتقولهم لو تحفظ القرآن كله عيبقى عليك اثم العمال الاولى التي بتحفظها احسن. الله الله يا اخوة، قولوا لا اله الا الله. يا طيب أباليس، قولوا لا إله إلا الله. قد يقول قائل: الكلام هذا كل السابر وسوى الكلام اللي بتقول كل السابر، لكن هم ما خالفوا إلا بعد موت النبي. ما خالفوا إلا بعد موت النبي. هيا اسمع، إن الصحابة من المهاجرين والأنصار لن يخزيهم الله أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. لو هم خالفوا بعد موت النبي الباري عيخزيهم يوم القيامة ولا ماشي؟ عيخزيهم لو هم خالفوا، لكن ضمن الله أنه لن يصيبهم الخزي يوم القيامة أبدا أبدا أبدا. معقول إن الصحابة ما يخزيهم الباري يوم القيامة أبدا؟ الكلام مش من جايبه، من أواخر سورة التحريم. قال تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. ركزوا على كلمة معه، المهاجر والأنصار ما يخزيهم الباري أبدا أبدا أبدا. الآية مرة أخرى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم. عد باقي معاهم نور، هو جالس ولا سر منه ولا 1%، جالس وغيرهم هؤلاء بيقللوا ولا جالس. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هيا اسمعوا يا شباب والشابات أيضا، اسمعوا. هم بيقولوا خالفوا، صح ولا لا؟ لا أحد يشتود يدروا من هو المؤمن بصدق، من هم المؤمن بصدق صدق بحق وحقيقة. تشتود يدروا من هم المؤمن بصدق؟ المهاجرين والأنصار مؤمنين بحق وحقيقة. إن القرآن قال مؤمنين بحق وحقيقة، أيوة مش وانا. الآية قبل آخر آية من سورة الأنفال قال تعالى عن إيمانهم: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. من المقصود؟ المهاجرين. والذين آووا ونصروا. من المقصود؟ هي اسمعوا الباري ما بيقول عن إيمانهم كيف هو. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا. ما لهم يا رب؟ أولئك هم المؤمنون حقا. أولئك هم المؤمنون حقا. الله أكبر ولله الحمد. داحين دريتوا من هو المؤمن بحق؟ المهاجرين والأنصار صافي لبن. عنده دار ما تكملت الآية: لهم مغفرة ورزق كريم. كأن الباري بيقول
لا عشي بشوي معاصي عاد اغفر لهم ضوالي وضوالي الجنة، لهم مغفرة ورزق كريم، فلا إله إلا الله وحده لا شريك له. المهاجر والأنصار كان بينهما الولاء. ما معنى الولاء في القرآن؟ ما يقول لي ما معنى الولاء؟ المحبة، النصرة، الأخوة، الإيثار، سميها ما اشتهيت. لكن الولاء عندهم مش هكذا. الولاء عندهم ما هو؟ الكرسي. من كنت مولاه فعلي مولاي علي ايش؟ الكرسي. الخبر عند الكرسي. ماشي. والله يا الصحابة رضي الله عنهم انهم كان بينهم ولاء، يعني محبة ونصر، ما كان بينهم تباغض ابدا، كان عندهم ولاء متماسكين. الكلام في آخر صفحة من سورة الأنفال، قال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض فلا إله إلا الله وحده لا شريك له. احفظوا لا سورة تبت. ما يضحك يا استاذ، كده يضحك ما يضحك. صلى الله عليه وسلم. إن الله شهد بأن الصحابة جاهدوا، مفلحون، أصحاب خير، أصحاب فوز، أصحاب جنة، بما شهد لهم. جاهدوا، مفلحون، أصحاب خير، أصحاب فوز، أصحاب جنة. الكلام مش من جيبي، من أواخر سورة التوبة، قال تعالى: لكن الرسول والذين آمنوا معه، ما لهم يا رب؟ جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. لا إله إلا الله. شهادات من الله، أيما شهادات، شهادات عظمى عظمى. أيها الشباب والشابات، تشتوى الباري يرضى عنكم؟ تشتوى الباري يرضى عنكم؟ شرط واحد: اخطوا بعد المهاجر والانصار، اسلكوا مسلك المهاجر والانصار، والباري يرضى عنكم يدخلكم الجنة. إذا ما انتوش راضين تخطوا بعدهم ما يرضاش. زيت بها يا قبيلي، ما يرضى عننا الباري لا ياخذنا بعد المهاجر والانصار 20 كرة. أنا ما بنشترطش، الله بيشترط عليك. إذا انت تشتهي الباري يرضى عنك ويدخلك الجنة اخطأ بعدهم. أين الآية؟ في أواخر سورة التوبة، قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ما قالش والذين خالفوهم والذين لعنوهم والذين حطوا من قدرهم، لا 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 لا، والذين اتبعوهم. اللهم اجعلنا من أتباع المهاجرين والأنصار. والذين اتبعوهم بإحسان. ما عاد فعلهم يا رب؟ رضي الله عنهم. اللهم ارضى عنا. آمن ونخطى بعدهم. ما احنا عن خلاف، لو تقول آمن من ذا الهلة الصبح ما عرضك ما يرضاش، ما يرضاش. قل آمن لو ما تشبع، وانت مخالف ما يرضاش، لأن الآية بتشترط هكذا: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. ما بش من تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. أيها الإخوة الطلاب، ما هدف
من يجرح في عدالة الصحابة لهم هدفان فاحفظوهما عني جيدا. كدنا من البلد من عندهم. صلى الله وعلا علي بيجرحوا في الصحابة لهم هدفين، حتى لو تسمعوا أفضل مما يكتبوا، وأنتم عاد تكتبوها إن شاء الله فيما بعد. صلى الله وعلا. الهدف الأول: أنت إذا كان في الفصل 100 طالب ولهم أستاذ يدرسهم، وفجأة في آخر السنة جميع الطلاب راسبون، على من عاد يحكم بالفشل؟ على الأستاذ ولا على الطلاب؟ الأستاذ ماله؟ فاشل، ما يقدر يقري سوا، قراهم منهج غير المنهج، ما جت آخر السنة إلا ورسبوا. هذا ما يريد أن يوصلونا إليه. قالوا الصحابة كلهم خالفوا، يعني يتهمون الرسول الله بإيش؟ بالفشل صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فهدفهم أن يجرحوا في من؟ في تربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يتهمون رسول الله بأنه فاشل، ما قدر يقري ولا يربي ولا يزكي ولا يخرج رجال. والله ما أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا من أجل أن يزكي ويربي ويعلم ويخرج رجال. قال تعالى في الآية رقم 2 من سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ليش يتلو عليهم